أغلبنا شاف مسلسل نرجس وإزاي بتخطف العيال، وبدل ما يبقى للعظة والعبرة عشان محدش يكرر الفعل ده، الناس خدته بالعكس وابتدت تقلد نرجس. ده اللي هنحكي فيه. قبل ما نحكي نصلي على النبي. الحكاية بتبدأ من سارة اللي عاملة عملية قلب مفتوح، وولدت في مستشفى الحسين الجامعي، والدة قيصري. سارة تعبانة، تطلع من غرفة العمليات بعد الولادة مباشرة. بنتها بيجيبوها من الحضانة يحطوها في حضنها. مين اللي موجود مع سارة؟ كان موجود معاها في الوقت ده مامتها واختها روحت على أساس تجيلها تاني يوم في مواعيد الزيارة، لأن مواعيد الزيارة الساعة 3. سارة بتبتدي تفوق من البنت وبتحس بآلام. الأوضة اللي قاعدة فيها سارة مشتركة، ففي واحدة قاعدة على السرير منقبة، بتخرج وتطلع، وما بتبقى داخلة عندهم بتروح رافعة النقاب ويشوفوا وشها وتتكلم معاهم. سارة ومامتها اعتقدوا الست المنقبة دي يا إما من فريق التمريض أو جاية مع حد بيولد تحت بغرفة عمليات الولادة. المنقبة ابتدت تاخد وتدي مع سارة ومامتها وتساعدهم. بدأت سارة ومامتها عشان هما ناس طيبين ابتدوا يبقوا متساهلين معاها. هات البنت أشيلها عنك، البنت بتاعت عايزة أكل أو عندها مغص، الحقوا خدوا البنت اكشفوا عليها. تنزل مامة سارة والمنقبة يكشفوا عليها، وما بيكشفوا عليها بيجيبوا لها دواء. بيجي الأب، الأم بتقول له ده البنت تعبانة، وراحوا يكشفوا عليها. بص سارة بيجي، فين البنت؟ قالت لها ده مامتي وواحدة ست منقبة طيبة هنا نزلت معاها يكشفوا عليها تحت. وفعلا بيكشفوا عليها والدكتور بيكتب لها على أدوية. الجدة طلعت والست المنقبة شايلة الطفلة. الست المنقبة قالت لها انت ممكن تروحي تجيبي لها كراوية على أساس نغليها ليها تشربها، يكون عندها انتفاخات. والأب خد الروشتة بتاعت الأدوية بعد الكشف راح يجيب الأدوية. يبقى أصبح المكان فاضي، مش فيه إلا سارة والست المنقبة. وإحنا عارفين إن هي والدة قيصري، بالإضافة إن هي عاملة عملية قلب مفتوح قبل كده. سارة بتغفل عينيها تغفيلة من شدة التعب والألم وهي واثقة في الست المنقبة، خصوص إنها ترفع النقاب وبتقعد معاهم من غير نقاب. سارة بتحكي في ثانية إلا ثانية من شدة التعب غفلت عينيها. الكلام ده كنا بقينا الساعة 1:30 الظهر. مامة سارة جت بعد ربع ساعة، فبتقول لها يا سارة أمال فين بنتك؟ قالت لها نايمة تحت البطانية دي يا ماما، وهي تعبانة مش قادرة تتكلم. راحت تقوم تقلب تحت البطانية ما لقيتش البنت. قالت لها مش تحت البطانية يا سارة، يمكن على السرير اللي جنبنا مع المدام المنقبة، أو المدام المنقبة خدتها وطلعت. هي بتتكلم بمنتهى الثقة والأمان. الجدة بتفضل تدور ما بتلاقيش البنت. قالت لها يا سارة تقريبا بنتك اتخطفت. في الوقت ده محدش موجود من أهل سارة. أختها اللي عملت الفيديو اللي احنا شايفينه ده، اللي كان طلع موظف من إدارة المستشفى، قال لك ده مامتها وأختها كانوا موجودين ساعة عملية الخطف. مش كانت موجودة الأخت، ده الأخت بتقول إحنا كنا رايحين لها زيارة لأن مش مسموح بدخول الزائرين إلا الساعة 3. فأخت سارة لما دخلت قالت لها فين البنت؟ قالت لها البنت باين اتخطفت، تقريبا الست المنقبة اللي هنا خطفتها. طبعا قعدت تجري في المستشفى وتكلم الموظفين والتمريض وتكلم كل حد موجود في المستشفى. كله قال لها ما تبلغيش ولا تعملي واحنا هنجيبها لكم. لكن خالة الطفلة رفضت وراحت عاملة الفيديو اللي احنا شفناه كلنا، وطلبت الاستغاثة على أساس إن بنت أختها ليها 10 ساعات مولودة واتخطفت. وبيبتدي تتعامل محاضر. بتبدأ الشرطة مشكورة تراجع كاميرات المستشفى، فبتلاقي محدش خرج إلا واحدة منقبة مش باين وشها في الكاميرات، ولكن باين إن هي شايلة طفلة لسه مولودة. فالجدة والأب والأم بيتعرفوا بيقولوا هي دي اللي كانت قاعدة معانا لها 6 ساعات. ما احنا عارفين إن هي قاعدة من الساعة 7 الصبح للساعة 1:30 محققة خطتها. في حاجة لازم نعرفها يا جماعة، إن مستشفى الحسين الجامعي
تتولد فيه من 80 ل 120 حالة يومية ولادة بس. يبدأ رجال الأمن يجمعوا التحريات، بيراجعوا كاميرات مراقبة. كام كاميرا؟ 122 كاميرا. بعد ما المنقبة خطفت الطفلة مشيت من مستشفى الحسين الجامعي، ركبت 6 مواصلات بفضل الله عز وجل. ثم رجال الشرطة قدروا يوصلوا لنرجس 2026 المنقبة اللي خطفت الطفل. ركبت 6 مواصلات، اتحركت في 7 شوارع، الشارع بطول 60 كيلو متر عشان تضلل أي حد ماشي وراها. تخيلوا 122 كاميرا اتفرغوا على امتداد 60 كيلو في 22 ساعة. طبعا ده كله مجهود جبار ومحدش يتخيله اللي قامت بيه الشرطة. بس ربنا كبير، شاء بلطفه وكرمه ورحمته اللي يطفي نار سارة الأم والجدة، إن البنت ترجع لمامتها سارة المسكينة وجدتها وباباها. يكتشفوا بعد كده إيه؟ إن المنقبة دي ست متجوزة ومعاها ولدين واتطلقت ومتجوزة واحد تاني وحملت منه، ولما حملت منه الحمل ما كملش، فوهمته إن هي خلفت بنت وخدت البنت معاها. والمنقبة بتاخد البنت وتروح بيتها بعد محاولة الهروب اللي عملتها والتضليل، بتروح شقتها في بدر. نرجس 2 ما احنا عارفين ان هي مفهمة جوزها والجيران ان هي حامل. اما خطفت الرضيعة قالت لهم ده انا خلفت بنت. الحاجة الغريبة ان الطفلة الرضيعة مش كانت بتبطل صراخ، عمالة تصرخ عايزة مامتها وعايزة صدر مامتها، عايزة ترضع. نرجس 2 كانت كل شوية تطلع تبص من البلكونة، تبص من الشباك، تقف ورا الستاير بتشوف حد كان متابعها، حد كان مراقبها. لأن ساعة ما خالة الرضيعة نزلت الفيديو كل العالم شافه. في نفس الوقت كانت مفهمة جوزها إن أخيرا ربنا كرمها وإن الطفلة دي ثمرة حبه. مش ده كمان، ده كانت مجهزة ملابس للطفلة المخطوفة. لكن كانت رجال الشرطة أسرع منها، خلال 22 ساعة قدروا يرجعوا الطفلة الرضيعة لمامتها. الحاجة الغريبة بقى، وسارة الأم شافت الست المنقبة في النيابة ووشها مكشوف، عينها في عينها المنقبة، بص لسارة الأم باستعطاف على أساس إن هي تتنازل عن الدعوة. لكن سارة قالت أنا مش مسامحاها، لأن هي فعلا سارة عندها حق وأنا مأيداها، لأن عيشته في رعب. وكونت الرضيعة رجعت ده بفضل الله عز وجل ورجال الشرطة. بعض الناس اعتقدت إن اللي خطفت البنت حد بيتاجر في الأطفال. لا، المفاجأة لما سألوا ست المنقبة قالت أصل أنا اتفرجت على مسلسل نرجس وشفتها إزاي خطفت الطفل مستشفى الشاطبي باسكندرية، وأنا عملت الخطة زيها بالظبط. لدرجة إن عربية كانت مستنياها بره، تخيلوا العربية وقفت تنتظر فيها من الساعة 7 الصبح لحديت الساعة 1:30 الظهر. فالناس بتبص للمسلسلات مش للعظة والعبرة. يعني مسلسل نرجس اللي احنا شفناه كلنا وعجبنا، اللي بيتكلم عن عزيزة بنت إبليس، ده بيحذرنا إن احنا ناخد بالنا من أطفالنا، وبيحذر أي حد يخطف أطفال هتكون نهايته زي نهاية نرجس أو عزيزة. لكن اللي حصل العكس، إن ابتدى في ناس تقلدهم. يعني المنقبة دي ابتدت تقلدها. الحاجة الغريبة في نرجس المنقبة دي إن هي متجوزة قبل كده وعندها ولدين. يعني نرجس اللي في القصة أو عزيزة بنت إبليس كانت دي عاقر ودي عاقر، يعني مش عندها أطفال ولا أولاد. دي ربنا مدها ولدين من جوزها الأولاني، ولا فرق معاها تحرق قلب أم، ولا فرق معاها تحرم طفلة من حضن أمها، وكل همها تحافظ على جوزها ما يطلقهاش أو يرجع لمراته الأولانية، عشان كده تبقى رابطاه زي ما بقول. بس أنا بلوم أو بعاتب المسؤول اللي طلع على الMBC وقال لك ده احنا مسلمين البنت لمامتها وخالتها وجدتها وكانوا في الوقت ده كلهم موجودين ساعة الخطف. هنا ابتدت الناس تستغرب. لكن لما ابتدت الحقيقة توضح، اتضح ان الجدة المنقبة لهتها في حاجة، وان الخالة ما كانتش موجودة، مش بتيجي الا الساعة 3 وقت الزيارة اللي سامح فيها المستشفى. الحاجة الغريبة ان المسؤول ده قال لك لا احنا سلمناها البنت
بعد ما طلعت من الحضانة وخلاص احنا خلينا مسؤوليتنا. تخلي مسؤوليتك ازاي والجريمة حصلت في المكان عندك في قلب المستشفى؟ يعني المستشفى مش امان من جوه؟ حاجة غريبة والله. يعني المستشفى المفروض يبقى فيها كاميرات مراقبة ومتابعة. إذا كان أختي سارة اللي صورت الفيديو مش عارفة تدخل إلا الساعة 3 العصر موعد الزيارة الرسمي، إزاي واحدة زي المنقبة دي داخلة وملهاش أي صفة أساسا وقاعدة 6 ساعات في الأوضة رايحة جاية على أم الرضيعة وجدتها، لدرجة إن هم اعتقدوا إن هي صاحبة مكان؟ يا ريت يا جماعة أي واحدة تولد بتبقى مريضة أو تعبانة، ودي كلنا احنا عارفينها، يكون حد معاها حارس المولود، لأن احنا اللي احنا شايفينه رعب لما البنت تتخطف في ثانية، في ثانية إلا ثانية كأنها ما كانت موجودة، بعد مرض الأم وعذابها أثناء الحمل والولادة تفوق على الكارثة دي. بس ربنا كان لطيف بيهم والحمد لله رجعت لحضن مامتها. سلام عليكم.